حامل الكرة ياسر قاسم، الكرة الأرضية البينية الرائعة جدا، رجعت مرة ثانية ياسر توقف، الكرة خطيرة، ياسر خطيرة، ياسر جول جول. فعلها ياسر، استلم الكرة مضرها واستلم، توغل الأول ثم الثاني ثم الثالث، سدد باليسرى، ضربت في المدافع وباغتت الحارس عامر شفيح، لعامر شفيح ولا غيره. ياسر يفتح مجال التسجيل للعراق في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة. يا سلام عليك يا ياسر، أكدت بأنك أفضل لاعب في هذه المباراة، يفتح مجال التسجيل ياسر. يكون فيها ضمان لهدف يا يونس، الكرة العرضية والرأسية وهوبا يظهر وياتي بهدف اللامود. ها هو يعود، وما اجمل العوده، والعوده احمد يا يونس يعيدها بذكرى 2007، يعيدها بذكرى 2007، كرة تعانق الشباك ولعبة تعانق المتعة ولعبة تعاون المتعة، وفي غفلة ظهر لك يونس محمود. وقل لي يا حلو منين الله جابك، منين الله جابك، قل لي يا حلو منين الله جابك، منين الله جابك. يظهر امامنا يونس محمود ويدون الهدف الاول ويرفرف علم العراق اذانا بفرح. كرة ملعوبة من جانب سعد عبد الامير، وانطلاقه هنا تاتي امامنا، محاولة التمرير ما زالت امامنا وتسديدة هدف الضمان. شط على مودك يا ياسين، على مودك يا ياسين. شوف الكرة العرضية، تقدم كان امامنا وتمريرة مرة وفاتت وبتسديدة من جوا قلبه، من جوا قلبه لاعبها فيها افراح كل قلوب العراقيين. يضعهم الان بالدوري القادم اللاعب ياسين، ويدون ثاني الاهداف، تمريرة وختامها مسقد للمنتخب العراقي في لحظات أخيرة. عوضها جول، مش ممكن، هي تعادل. ليه؟ هدف التعادل العراقي، هدف التعادل العراقي. أحمد ياسين، قلت لكم سندرك التعادل، قلت لكم سنعود. واحدة من علاه خاطئة لكن مرت سليمة، دعوات الملايين. هنا السفاح لا يسجل ولكن المتابعة، كرة بين الأقدام، كرة بين الأرجل، كرة بين الساقين. الله يا العراق العربي، 1-1 عدنا وعادوا من جديد. هدف التعادل ممتازة جدا، ممتازة جدا أحمد ياسين. هدف من شوية تغييرات تروح، والهدف الثاني، الهدف الثاني بالراس، جول السفاح يونس محمود يسجل الهدف المحمود. هذا هو السيناريو الموجود، الهدف الثاني. قلب تعب البارح بعد ماتش تونس وزامبيا، وتزيدونا 120 دقيقة. الحمد لله على الأقل نخرجوا فرحانين. تعبي وتعبكم ما يمشيش خسارة، تعبي وتعبكم ما يمشيش خسارة. درغام يصنعها والراسية تكتبها، والعراق تتفادى حاليا ركلات الحظ باللوترية. ماتش العراق قلت يا الله علي درغام وجول 3 العراق 2 ايران. ملا مباراة الى وحوش. مرتضى يعمل خطأ، ضربة جزاء ما فيش كلام في هذه اللقطة. لم تظلم ايران، ودرغام حط الكرة في قلب المرمى، جيبها من كرش الحوت. يرجع للخلف، كرة صعبة، ماذا يحدث في دفاع الإمارات؟ جول قاتل رائع هذا الجول من قبل عودة في النتيجة وتعديلها من قبل وليد سالم. شوف الاختلالات الكبيرة في الدفاع بقدر قوة هجوم منتخب الإمارات. دفاعه مهلهل في بعض الأحيان ويترك الفراغات والمساحات. لم يشاهد شيئا الحارس خالد عيسى. هدف التعادل من أروع ما يكون من وليد سالم لمنتخب العراق عند الدقيقة 27 من عمر المباراة. يا سلام، توصل مباشرة لأحمد ياسين. جول عراقي. هدف ثاني من أمجد كلف في غفلة من دفاع على التسديدة، ويتفرج على الصد
ويتفرج على اللعبة من أمجد كلف. الهدف الثاني فتح لنفسه الطريق، تسديدة ساقطة، دفاع إماراتي يتفرج على هذه الكرة. هدف ثاني لمنتخب العراق مستحق. صارت النتيجة 2-1 قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.